حنان ترك خدت قرار الاعتزال عن الفن تماما، وقررت ان هي تلبس الحجاب والكلام ده من فترة طويلة، وما زالت الحمد لله لغاية دلوقتي ثابتة على موقفها. ففي لقاء ليها من فترة كده كان مع المذيع عمرو الليثي، فبيقول لها ايه رأيك في الزوجة التانية؟ يعني هل الست لما بتتجوز شخص متزوج هل ده بيكون فيه ظلم للزوجة الأولانية ولا لأ؟ يعني شايفة الموضوع ازاي؟ فقالت له انا من الناس اللي يعني كنت زوجة تانية في يوم من الايام، وانجبت طفل اسمه محمد، وما كملتش بعد كده مع زوجي. فبيقول لها ايه السبب اللي خلاكي ما كملتيش معاه؟ قالت له ما رضيتش اكمل بسبب ان انا بدات احس او اخاف، او ضميري بدا يأنبني ان انا ممكن اكون مسببه ضرر للزوجه الاولانيه بسبب ان انا يعني متزوجه زوجها. بدأت أحس إن أنا لأ، يعني ضميري مأنبني ومش عايزة إن أنا أكون خربت بيت واحدة تانية. فده اللي خلاني خدت قرار الانفصال رغم إن كان عندي ابن منه. فبيقول لها طيب هل فعلا أنت اللي خدتي قرار الانفصال ولا صديقاتك أو أصحابك هم اللي كانوا ليهم تأثير عليكي؟ قلت له بالعكس، ده أصحابي ما كانوش خالص، يعني كانوا مش عايزين. عشان كده أنا لما خدت قرار الانفصال قفلت الموبايل تماما عشان ما حدش يتصل بيا خالص، وفعلا اخد القرار الصح. فبتقوله عشان كده انا مش بشجع خالص فكرة الزوجة التانية، لاني بشوف فيها ظلم كبير جدا جدا للزوجة الاولى، فانا مش مع الفكرة تماما.